مساء النور يا فندم، اتفضل. أنا حابب بس أحكي حكاية صغيرة جدا عن بداية الناس دي كلهم، بداية من الأخ أو الشيخ اللي بيسمى نفسه شيخ، عاطف عبد الرشيد، اللي هو الشيخ كان عاطف عبد الرشيد اللي هو اللي هو المذيع اللي هو لابس اه بدلة فيهم وبداية. اه عاطف عبد الرشيد ده كان معتقل سياسي أصلا. كان معتقل سياسي؟ ده كان معتقل لأن هو كان تبع الجماعات الإرهابية في الثمانينات، واخد بالك. ولما ابتدى القناه دي تاني، انا طب طبعا قول لنا اسمه، قول لنا معلش، أنا قول لنا اسمه تاني معلش استاذنك. اسمه عاطف عبد الرشيد. ايوه هو ده عاطف عبد عاطف عبد الرشيد، يس الرشيد. ده اللي بالظبط هو كده. مقدم البرنامج في الحافظ. ده ايه اصله ده بقى؟ اتفضل. ده هو دلوقتي هو مدير القناه. هو كان قبل كده مدير قناه الناس. هو قناه الناس والحافظ، اللوكشه دي من القنوات دي كلهم حاجه واحده. هم طالعين قدام الناس ان هم حاجات مختلفه، لكن هي حاجه واحده. كانت كلها مملوكه لحد راجل سعودي. انا سمعت انه كانوا بيجيبوا رقص وكليبات. والراجل السعودي كان يمتلك قناتين، منهم قناه الناس وقناه تانية اسمها قناه الخليجيه. قناه الخليجيه كانت بتعرض اغاني كليبات، وطبعا كل ما هو مباح واباحيه في الكليبات بزياده، يعني لان هم كانوا يهدفوا ان هم عايزين يجمعوا من الاس ام اس تكست مسجز يعني اكتر. بعد ما عملوا مشاكل في السعوديه على القناه دي، قفلها وقلبها خليها دين اسلامي. قناه الناس بدايتها قناه اجتماعيه جدا، يعني هي اسمها الناس، كانوا بيسموها السلوجن بتاعهم من الناس الى الناس، ودي كان بدايتهم. ولما ابتدوا يعملوا ريبورتات مع الشباب في الجامعه ومش عارف ايه وايه، وكان في شويه تحفظات كده كنا واحنا بنشتغل كانت غريبه بالنسبه لنا، مش فاهمينها في مجال الاعلام. كان مثلا يفضل قضيه واحده محجبه وواحده مش محجبه، يعني واحده اللي مش محجبه دي بلاش يا جماعه، ما هو في التقرير دي اتكلمت كويس، يعني زي ما اتكلمت دي كويس، يعني انا هشيلها ليه؟ فانا بقيم مهني او تمام، لقيت انه في شويه تقييمات تانية مختلفه غريبه. ما علينا، ماشي. وبعد كده طبعا لما كنا بنتكلم احنا والستاف كمخرجين وكانتاج وبتاع، يعني كنا شايفين توجهات مش فاهمينها. وبالمناسبه هو في الوقت ده ما كانش مربي دقنه، ما كانش بالشكل ده اصلا، كان حلق دقنه عادي جدا. وكان طب اذا ما تفسير حضرتك للي بيحصل دلوقتي على الساحه؟ هل هذه القنوات دلوقتي تعتبر الذراع العسكري والبلطجي للرئاسه الان؟ يعني هم اللي حرضوا الناس تنزل تموت وقالوا لا هم دول مش الذراع، انا اسف لقطع كلامك، هم مش الذراع العسكري، هم الذراع هم الدراع الاعلامي، هم الصوت او البوق اللي بيجمعوا بيه الناس وبيغسلوا بيه الدماغ. ما هو المصيبه انه الاعلام ده، تمام، لما اتعلمناه زمان قال انه ده من اخطر الاسلحه المعنويه، مش سلاح تمسكه تضرب تموت، لا ده بيغسل دماغ. فهو ده من الاسلحه اللي بيغسلوا دماغ البني ادمين اللي طبقه من الوسطى لتحت. يعني زي ما بيقولوا عليهم الغنم او الخرفان. ما هو الخرفان هو فين بيتفرج على المفروض الخرفان. تمام، يعني اذا يعني حضرتك بتقول انه هذه الفضائيات فضائيات مملوكه لشخصيات من السعوديه ومن قطر. من السعوديه، خلينا على وجه التحديد، وكلهم وجهين لعمله واحده او 3 وجهات او 4 وجهات لنفس الباكج على بعضيه، وكلهم بيبقوا الذراع الاعلامي لجمع الناس ووضع ساعات الصفر وتحريضهم على الخطط الذين يريدون ان او يرغبون ان يقلبوا البلاد عليها. ومعلومه صغيره ثانيه كمان، انه في اول ما ابتدت كان هو حاول انه يجيب الشيوخ اللي بتطلع دي دلوقتي، لكن ايام امن الدوله جم يعني ودانوا بزياده، قالوا له لا انت احترم نفسك. بعد طبعا الثوره الدوليه كل الحاجات دي زمان يعني. تمام، بس موضوع استاذ احمد احسان. طيب ماذا نقول لعبد الله بدر دلوقتي اللي طالع على هذه الفضائيات وهو بيعلن وبيقول وبيعترف بلسانه ان هو اللي سحل وهو اللي اداله درس وهو اللي ادى لحسين ابو ضيف الدرس؟
دي بقى من خباوتهم. يعني عارف اللي يقول لك المتواطئ وهبل، هو ده. يعني ان هو في وقت من الاوقات وهم قاعدين مع بعض ساعات ما بيحسوش ان هم في ناس بتشوفهم، فبيتكلموا بشكل عشوائي، ففجأة يروحوا ايه واقعين في الغلطة بتاعتهم، فيقولوا بقى ايه اللي حصل. تمام. انا بشكر حضرتك يا فندم، بشكر حضرتك شكرا. جدا على المعلومات القيمة دي الحقيقة عن عاطف عبد الرشيد، انه كان من الناس المعتقلين، ومعانا برضو على الهوا العديد من